السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله غنشارك معكم هاد الوصفه ديال تجي هائله. الدنجال بطريقه تيجي مقرمش وتيجي لذيذ شكلا ومذاقا، تيجي ولا اروع. ممكن ديروه في الفران اولا تقليوه في الزيت، المهم النتيجه تتجي يا سلام. بسم الله على بركه الله. نبداو الطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندي هنا الطحين، ضفت ليه شويه ديال السودانيه حاره، شويه التحميره، شويه الابزار، شويه الزعتر، شويه الملح. غادي نحكو ضريس الثومه اولا نديرو ثومه غبره اذا كانت متوفره عندنا، ونخلطوا الكل بكاس ديال الماء. يعني الماء تيبقى على حسب الخليط. نحاولوا اننا ما نديروش داك الخليط يكون جاري، يكون ثقيل. غنوريكم القوام اللي غيكون عليه الخليط ديالنا. تنحركوا مزيان الخليط حتى نحصلوا على قوام ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل بزاف. يعني بين وبين انا غنوريكم كما قلت لكم القوام اللي غيكون عليه هذا الخليط هذا، وتيجي واحد الدنجال يا سلام مقرمش وتيجي لذيذ. نحاولوا اننا ننوعوا، بما اننا في الصيف تنبغيو هكا القلي شويه مره مره ماشي مشكل. تيجي هائل، ثقوا بيا الا جربتوها يعجبكم. تقريبا غندير شي 2 كيسان ديال العنبه اللي احتاج ليا هذا الخليط باش نوصل للقوام اللي بغيت. نخلطو مزيان حتى ما يبقاش دوك الكويرات ديال الطحين كما تشوفوا معايا. نحاولوا اننا نطربوه مزيان. وهاد الطريقه ممكن ديروها مع الدجاج مع الحوت، يعني السرديت يجي ممتاز. نفس الطريقه ونفس الخليط، يعني نفس الخليط ديروها مع الدجاج ومع الحوت تيجي ممتاز. صافي هذا هو القوام كما شفتوا معايا. بقات هاد الشغيمه ديال الماء. غنجيب معلقه ونوريكم القوام اللي غيكون عليه الخليط ديالنا. شفتوا تيكون ثقيل، ما تيكونش جاري بزاف وما يكونش ثقيل بزاف، يعني على هذا القوام هذا. غادي نجيبو الدنجال، تنحيدو له داك الراس الفوقاني وتنقطعوه. بالنسبه للتقطاع قطعوه على الشكل اللي بغيتو، دائري، نص دائره، يعني اي شيء، اولا على شكل صبيعات، كيف ما حبيتو كيف ما بغيتو نتوما تقطعوه. كما تشوفوا معايا تنقطعوه على هذا الشكل هذا وتنديرو مباشره في الخليط ديالنا. وحتى بالنسبه للبنجه يعني ممكن ديروا القياس اللي بغيتو، ديروا 2 أو 3 على حسب افراد العائله وعلى حسب، يعني تيخرج بزاف. انا درت غير 2 على فكره، نقصت وحده وتبارك الله خرج لي بزاف، خرج لي تبصيل عامر. ونحاول انني نلبس داك الخليط البنجه اللي عندي كامل كما تشوفوا معايا، ونخليوه على جنب يترقد واحد الساعه ولا ساعتين في هذا الخليط هذا. غادي ناخذ تقريبا 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض و2 معالق كبار ديال الفينو، واحد شويه المليحه وشويه ديال السودانيه باش نعطي واحد المذاق في داك الطحين. تنخلط الكل وتندوز الدنجال ديالي من الخليط ديال الطحين وتنقليه مباشره في حمام زيتي اولا ندخلوه للفران، يعني اللي بغيتو. نفس الطريق نفس النتيجه تتعطيكم، يعني كي قليتوه كي دخلتوه للفران. اللي ما تيبغيش يقلي وما تيبغيش يتفادى القلي يدخلوا الفران. ناخذ الطاوه ديالتنا تندهنوها بشويه ديال الزيت وتنديروا بابي كويسون وتندخلوها الفران تطيب حتى تيتحرمل وانت تيتحمر الدنجال ويتقرمل وتيجي هائل.
كما شفتوا معايا تندوزوه من الطحين وتنقليوه في الزيت كما شفتوا معايا، والنتيجه تتجي يا سلام، تيجي محمر ومقرمل. وعلى فكره انه ما تيجيش شارب الزيت نهائيا. هذا يلا قليتو حطيتو يعني حطيتو في واحد الورق باش داك الزيت اللي فيه يشربو، ولكن راه ما فيهش الزيت نهائيا. تيجي ممتاز، تيجي مقرمل وتيجي هائل. واللي تيبغي الملحه اكثر يحاول يضيف شويه الملحه في الخليط اكثر. انا درت غير قليصه الملحه، ما كثرش الملحه. تيجي ممتاز، يعني تقدميه مع الدجاج اولا مع السمك اولا مع باش ما بغيتي. وصفات خفيفه في هذا الصيف هذا تيجي رائع. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها اكيد، وما تنساونيش بالبارطاج ديالكم وباللايكات. واللي تيزورني اول مره ما ينساش يرن الجرس باش يوصلوا جديد. وخليتكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.